والله قل لي يا أخي الكريم، هل بالله عليك رأيت يوما في الأيام قائدا لأركان دولة يذهب إلى دولة أخرى ويوضع على رأسه خوذة للحرس الجمهوري؟ هل هذا تكريم أم توسيم أم ماذا؟ هل رأيت في يوم من الأيام دولة يقول رئيسها لدولة أخرى أنتم لا هوية لكم، لا تاريخ لكم، لا أي شيء، ونرفض أن نعتذر لكم على الاستعمار، ومع ذلك تستمر العلاقات بشكل عادي جدا، وأنه الجزائر في 62 لم يحصل لا استقلال ولا أي شيء، وانفصال. وانفصال يعني بمنطق معين ما يزال مشبوها من الناحية القانونية إلى الآن. قضية خوذة الرئيس الأركان الجزائري، شاهدت هذه الصور على الإنترنت وكان يبدو مشرفا ومبسوطا. فما هي المشكلة؟ ربما غيرة من الضيف من الرباط الذي يتمنى أن لا بالعكس، موظف، لا موظف، إذا هو موظف في الجيش الجزائري، موظف في الجيش الفرنسي. طيب أنت وغيرك يربطون دوما ما يجري بملفات فرنسية متشعبة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن فرنسا تقول وبكل بساطة هناك مسائل حقوق الإنسان حتى وإن كانت لدينا علاقة مع المغرب لا نستطيع أن نتغاضى عنها. يعني مطلب مشروع وفق وجهة نظري، ما رأيك؟ لا، هو في الحقيقة يعني لو كانت فرنسا تقول نفس الشيء عن ما يحدث للمهاجرين الأفارقة في الشواطئ الأوروبية، لو فعلت نفس الشيء يعني مع من الضحايا أو الاعتقالات والتعسفات والقمع الذي قامت به مع أصحاب البدلات الصفر، لو فعلت نفس الشيء حينما قامت يعني بمحنة كبيرة في تجاه يعني مفكرين أو فنانين فرنسيين، نتكلم عن روجي غارودي أو ديودوني الكوميدي، حينما يتعلق الأمر بقضايا حقوق إنسان حصلت يعني كوارث في حقوق اللاجئين السوريين، لم نشهد يوما لا الإعلام الفرنسي ولا الفرنسيين يتفاعلون مع هذه الملفات. أيضا أكثر من ذلك حينما يتعلق الأمر أيضا بملفات حقوقية في بلدان أخرى، مشكلة رواندا يعني الآن مثلا فرنسا وبلجيكا التي يتكلم عنها الأستاذ الكريم من فرنسا، فرنسا وبلجيكا متواطئتان في موضوع يعني تصفية يعني أو تصفية عرقية في رواندا، متواطئتان معا. يعني لماذا لا تنتبه إلى أنه هناك تواطؤ فيما يتعلق بين فرنسا وبلجيكا في ملفات سيئة جدا؟ يعني موضوع التوتسي في رواندا الآن معروض أمام يعني العدالة الدولية ومعروض الآن أمام أنظار الإنسانية بأكملها. فيما يتعلق بموضوع العراق يا أخي الكريم، يعني فرنسا التي فشلت في مالي التي هي بيئتها يعني الحاضنة وهي مكانها وهي بيئتها الحيوية، تريد أن تقنعني أنها هي التي قاومت داعش في العراق؟ من أكثر يعني المهاجرين الذين ذهبوا إلى سوريا ذهبوا من فرنسا نفسها، آلاف المهاجرين ذهبوا من فرنسا إلى بؤر التوتر في سوريا وفي العراق. يعني هذا كلام سطحي فيه يعني من المنطق الممجوج، لا يمكن أن تقنعني بأن فرنسا تكيل بنفس المكيال في مواضيع حقوق الإنسان أو الأمن أو في العلاقات بشمال إفريقيا. الثابت في كل هذا هو أنه فرنسا مسؤولة عن مشكلة شمال إفريقيا في شق أساسي متعلق منها بسلوكات نظام الجزائر. نظام الجزائر يعني إلى الآن ما يزال مرتبطا بشكل بنيوي وبشكل ديموغرافي بشكل مصلحي بفرنسا إلى أقصى حد. حتى بعد أن قرر الجزائر سحب سفيره هناك للتشاور. والله قل لي يا أخي الكريم، هل بالله عليك رأيت يوما في الأيام قائدا لأركان دولة يذهب إلى دولة أخرى ويوضع على رأسه خوذة للحرس الجمهوري؟ هل هذا تكريم أم توسيم أم ماذا؟ هل رأيت في يوم من الأيام دولة يقول رئيسها لدولة أخرى أنتم لا هوية لكم، لا تاريخ لكم، لا أي شيء، ونرفض أن نعتذر لكم على الاستعمار، ومع ذلك تستمر العلاقات بشكل عادي جدا؟ يعني في آخر المطاف هذه أمور مكشوفة معروفة، علاقة فرنسا الإفريقية والطريقة التي تواجدت بها فرنسا في الجزائر، بل وأنه الجزائر في 62 لم يحصل لا استقلال ولا أي شيء، وانفصال. وانفصال يعني بمنطق معين ما يزال مشبوها من الناحية القانونية إلى الآن. فبالتالي هذه معطيات لا يمكن القفز عليها. العلاقة أيضا بالامتداد الافريقي، يعني على سبيل المثال يعني كيف يمكن ان نفهم انه في نفس التوقيت الذي تختار فيه فرنسا الخروج من مالي يقوم الجزائر بتعديل دستوره والسماح للجيش الجزائري بالقيام بعمليات عسكريه خارج الحدود، الا انه هناك صفقه وتفاهم بتسليم مالي للجزائر بعدها مباشره حسب التقديرات. طبعا بعدها مباشرة سيفشل الجيش الجزائري في الذهاب إلى هذه المهمة. نسمع سي جون بيير، وبالتالي ستختلط أوراق المنطقة. نعم سي جون بيير، يعني بالإضافة لما قاله السيد دكتور عبد الفتاح لك طبعا أن ترد عليه، وأيضا عندما تحدث الأزمة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا بسبب قضية المعارضة، وكأن فرنسا بحسب وجهة نظر البعض فشلت في المناورة بين البلدين، أما رأيك؟
لست أدري. أولا بعد هذه العاصفة من الاتهامات في كل الجهات من قبل الضيف الكريم من الرباط، لا أدري ماذا أختار للرد عليه، ولكن إن في الشر خيارا. فأقول له أن من الطبيعي أن تلعب الجزائر التي هي دولة مجاورة لمالي بالتدخل العسكري لكفاح المجاهدين، وبعضهم من أصل جزائري على فكرة. فما بالك هذا طبيعي. ثانيا، البارحة قتل 10 مدنيين في بوركينا فاسو، تلك البلاد التي دولتها طردت مثل ما ذكرت الجيش الفرنسي. فسنرى في الأشهر المقبلة قدرة الدولة في بوركينا فاسو كما الدولة في مالي بصد الموجة الجهادية العارمة في الساحل. ومجموعة فاغنر لن تكون نافعة في هذا المجال. يا سيد جون بيير، الجزائر التي يقال قضية أبو براوي قضية يعني غير واضحة، لا نعرف بعض ملابساتها. هي ناشطة جزائرية هربت من الأراضي الجزائرية ولجأت إلى تونس. في تونس اعتقلت ثم أعطيت لها موعد مع قاضية. يعني سحب السفير الجزائري للتشاور لا ينم عن أزمة برأيك بعد؟ يعني هل ما زال مبكر أن نتكلم عن أزمة جزائرية فرنسية؟ نتحدث عن أزمة جزائرية فرنسية. طبعا سحب السفير للأسف أصبح شيئا عاديا في الجزائر. هذا مع إسبانيا ومع المغرب. قضية خوذة الرئيس الأركان الجزائري، شاهدت هذه الصور على الإنترنت وكان يبدو مشرفا ومبسوطا. فما هي المشكلة؟ ربما غير من الضيف من الرباط الذي يتمنى أن لا في يوم من موظف. لا موظف، إذا هو موظف في الجيش الجزائري، موظف في الجيش الفرنسي. طيب يا دكتور عبد الفتاح، يجد بأن ما تفضل به سيد جون بيير دليلا لربما على هيمنة فرنسية على الجزائر ضد المغرب وفق وجهة نظر البعض. لا أعتقد أن دكتور عبد الفتاح يشاطرك الرأي أنها مجرد سحابة عابرة، أم لا دكتور عبد الفتاح؟ لا، أنا في تقديري أنه الدرس الذي كان قد مر في الأزمة العلاقات المغربية الإسبانية المغربية يعطينا الجواب. المغرب دائما حريص على هذا التداخل، وهذا يعني أنا أتفق مع ضيفيك في فكرة أن هناك روابط مشتركة، هناك نسيج اجتماعي ثقافي، تداخل، تجربة تاريخية يعني هي أكبر من مجرد يعني مسألة لحظية أو سنوات. لكن المغرب بقدر حرصه على الروابط وعلى المصالح المشتركة وعلى أن يكون عامل استقرار في هذه المنطقة الذي باتت له الريادة فيها. المغرب الآن هو يعني قوة إقليمية عظمى في مجالها الحيوي الافريقي وشمال افريقيا وجنوب المتوسط. لكن بالمقابل المغرب يعني لا يتساهل مع اي يعني تمحكات، مع اي محاولات مناكفات معينه، مع اي سلوكات طائشه هي تعبر في الحقيقه عن الدور المفقود لفرنسا في اوروبا، عن عدم قدرتها على الامساك بخيوط اللعبه في المنطقه الشرق القاره الاوروبيه وجنوبها او جوارها الجنوبي، عدم قدرتها على ان تبقى في اماكن نفوذها المعتاده والتقليديه. وبالتالي ينبغي على فرنسا ان تقبل بالدور او بالوضع الذي اعطته لها جيوبوليتيك العالم المعاصر بناء على منطق صعود وهبوط القوى. يعني هذا قانون الكون، قانون صعود وهبوط القوى، قانون توالي واضطراد القوه والضعف في الدول وفي الامم. فرنسا ينبغي ان تقبل بهذا الدور. وهو نفس يعني على سبيل المثال نفس ما عاشته في الشرق الاوسط بعد الحرب العالميه الثانيه. اذكر يعني الضيف من فرنسا ان ما قاله ادوارد سعيد في كتابه الاستشراق على انه فرنسا وبريطانيا حينما عقد حلف بغداد في العام 1955 كانتا معا تعيشان في الشرق الاوسط نفس ما تعيشه الان فرنسا في افريقيا. يعني الان تعيش مرحله افول ينبغي ان تتموضع. هذه نقطه مهمه، هذه نقطة مهمة دعني أنقلها لسيد جون بيير. سيد جون بيير، استكمالا لما ذكره، هناك من يقول أن هناك مرحلة أفول أو مرحلة تخبط فرنسي في الوقت الذي يتوسع فيه النفوذ الروسي والصيني والأمريكي، فيما تطرد فرنسا من مالي وبوركينا فاسو. ما خياراتها هنا؟
في القارة الأفريقية. أريد أن أذكر للضيف المغربي بأن إدوار سعيد ولو كان رونقه دارج في هذه الأيام انتقده حتى الكتاب العرب مثل اللبناني مهدي عامل في كتاب لاذع عن منهجيته. فليس إدوار سعيد نبي من الأنبياء وليس المصدر الوحيد لقراءة مهدي عامل يا أخي. جملة سريعة على جواب لسؤالي أستاذ جون بيير. نعم، أظن أن الرئيس الذي استقبل بنيامين نتنياهو فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء العراقي السوداني في الأسبوع الماضي يثير اهتمام وربما غيرة للبعض، ولكن هذا هو حاصل. وأنا لست هنا صوت رسمي للحكومة الفرنسية، إنما لكنه يشهد تراجعا في شمال أفريقيا أو وسط أفريقيا. فيما يخص إفريقيا، ما هو البديل؟ هل البديل هو لافروف الذي زار بعض البلدان هكذا بجولة دبلوماسية وهو الرفيق في الإجرام فلاديمير بوتين، أخذ الرجل في السنة الماضية الذي سبب حربا غير نافعة ومدمرة تماما على جريمة سلافي؟ هل هذا هو البديل؟ لقد صرح لافروف أن يجب الاهتمام بقضية الصحراء المغربية أو الغربية. لست أدري. أشكرك. هل تنتظرون حلا من هذا السنج من الرجال؟ لا أشكرك. للأسف انتهى الوقت.